جزء كانت سابقا هي القضية كل العرب، لكنها هي نقطة الآن من قضايا العرب. أنا أتساءل لماذا يعني نضع لجنة القدس في المغرب؟ لماذا يترأسها الملك المغرب الذي المملكة التي لها علاقات بإسرائيل؟ هذه يعني هذه مفارقة، ويعني أنا نشوفها أنا نقدر نقول عليها مهزلة. ولذلك ينضم إلينا من لندن العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. سيد العربي، أولا كدبلوماسي سابق ثم كمطلع ومتابع للأحداث وعلاقات الجزائر الدولية، كيف وقعت عليك هذه التصريحات التي جاءت على لسان السفير إدريس الجزائري؟ السلام عليكم ورحمة الله. في واقع الأمر أنا كنت أعرف إلى حد ما بهذه العلاقات التي تمتد إلى منتصف التسعينات، ولكن أعرف أنها وقع صدمة شديدة جدا. تابعت اليوم كثير من التعليقات من القراء الجزائريين على صحف جزائرية، وكانت العديد منهم مشدود إلى صدمة، حتى أن فيهم من طالب بشنق هذا السفير. والواقع هذا يكون غير عادل، لأن السفير لم يتصرف من ذاته وليست مبادرة فردية إطلاقا، ولأن الأمر كذلك سيد العربي، لأنك لا تستغرب ما قاله السفير إدريس الجزائري. كيف تصف ما قام به؟ ما هي المبررات التي قد تقف وراء هذه التصريحات التي أدلى بها؟ هي تكملة لمجموعة من الخطوات اتخذت منذ سنة 93 عندما ساد لدى مسؤولين جزائريين من أن معركة الجزائر مع الإرهاب الإسلامي هي مثل معركة إسرائيل مع الإرهاب الإسلامي في فلسطين، وتردد هذا على صحافة إسرائيلية عديدة. ثم كانت تطبيع رياضي في منتصف 95 سمح به وزير الخارجية 94 بالضبط، وزير الخارجية صالح دمبري، عندما سمحوا للرياضيين الجزائريين بلقاء نظرائهم الإسرائيليين في المنافسات الدولية. ثم كانت المصافحة الشهيرة بين مبارك وبوتفليقة على هامش جنازة الحسن الثاني. ثم كانت زيارة مجموعة من الصحفيين ووزير الثقافة الحالية إلى تل أبيب في 2001، ومباشرة بعدها عينت وزيرة للثقافة. معنى هذه المعطيات كلها سيد العربي أن هذه التصريحات ليست فردية، وإنما تعبر عن سياسة جزائرية حيال ما يحدث. أبدا ليست فردية، هي سياسة جزائرية. بوتفليقة ذاته قابل عدد من اليهود في فرنسا وفي أمريكا. شكرا جزيلا لك العربي زيتوت الدبلوماسية الجزائرية السابق، كنت معنا من لندن.